بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة أعضاء النادي الأولمبي المحترمين، اسمحوا لي أن أنا أتكلم في الأعمال التي تمت في خلال الفترة الماضية النادي الأولمبي 2008-2012. في الواقع أن أنا شرفت برئاسة النادي الأولمبي، وهذا يعتبر بالنسبة لي شرف عظيم جدا جدا، لأن النادي الأولمبي بيمثل قيمة رياضية كبيرة جدا جدا في مصر، وأي شخص يشرف أن يكون رئيسا لهذا الصرح الرياضي الهام. الحقيقة أنا لما جيت وعدت بمجموعة أعمال ومجموعة مشروعات، وكان أهمها هي عودة النادي الأولمبي إلى الزمن الجميل وزمن البطولات. وكان لزاما علينا أن نعمل في اتجاه دعم النادي الأولمبي بصالات التدريب والملاعب الرياضية والتي تؤهله إلى الاستمرار في العمليات الرياضية وحصد الميداليات الذهبية والبطولات. وكان من أكثر اهتماماتي بداية أن كان لدينا في النادي الأولمبي ملعب رئيسي لكرة القدم وملعب فرعي، وكان هام جدا ان احنا نرتقي بهذه الملاعب حتى يتمكن اولادنا اللاعبين من الاستفادة من هذه النعمة الهامة جدا داخل النادي الأولمبي، حيث كان جميع لاعبي كرة القدم يؤدوا تمرينهم خارج النادي الأولمبي، يؤدوا مبارياتهم خارج النادي الأولمبي. نجحنا في السنة الأولى في استكمال وإعادة النجيلة الخضراء للملاعب وتزويدها بالفسترات الخاصة بتغيير الملابس للاعبين. وأصبح في خلال ال3 أعوام الماضية جميع لاعبين قطاع الناشئين تدريبا و ماتشات بتتم داخل النادي الأولمبي، وجميع تدريبات الفريق الأول والماتشات بتتم داخل النادي الأولمبي. ودي كانت نقطة مهمة جدا جدا، لأن احنا نضغط مصاريفنا الخارجية ونعمل انتماء للنادي الأولمبي ونرجع مشجعين النادي الأولمبي. لدينا فريق واعد وهام جدا جدا اللي هو فريق كرة اليد وفريق كرة السلة. هذه الفرق برضو كانت للأسف الشديد لا يوجد لها أماكن مخصصة للتدريب واللعب داخل النادي الأولمبي، وكنا بنروح في أماكن خارجية للتدريب، سواء كان الفرق الأولى أو قطاع الناشئين، وكنا بنتكبد مصاريف باهظة جدا جدا في الإيجارات والتنقلات، إلى جانب أن الماتشات الرئيسية اللي كنا بنلعبها للفريق الأول كرة يد وكرة سلة كنا بنضطر للسفر إلى دمنهور وطنطا والمدن المحيطة علشان نلعب في صالات مغطاة هناك. فكان دي برضو من الحاجات اللي أنا اهتميت بيها جدا أنا ومجلسي في الفترة اللي فاتت، إن إحنا ركزنا في إن إحنا نستعيد ملاعبنا، ونجحنا جميعا في إننا ننشئ ملعب كرة يد وسلة يعني قانوني بمواصفات عالية، مواصفات حديثة، ملحق بمدرج وغرف خلع ملابس لفرقتين بخلاف غرفة مخصصة للحكام. دي كانت انطلاقة مهمة جدا، إلى جانب ملعب ميني للناشئين لكرة اليد وكرة السلة برضو اتعمل داخل النادي وتم افتتاحه بجميع مرافقه. من حلم من أحلام النادي الأولمبي ولفترات طويلة والأزمنة طويلة إن احنا يكون عندنا صالة مغطاة لكرة اليد وكرة السلة. فالحقيقة تم تنفيذ هذا الحلم، وكان بدايات تنفيذ هذا الحلم على يد الفريق أحمد صابر سليم رئيس النادي السابق، في إنه هو يعني نجح في جلب دعم للنادي الأولمبي في حدود 6 مليون جنيه، وتم وضع حجر الأساس بمعرفة سيادته. وجيت أنا كملت الموضوع ده، طورت المشروع شوية، خلينا بدل ما هو دور واحد بقى دورين، وطلبت من المسؤولين في مجلس قومي للرياضة رفع الدعم، تم رفعه إلى 11 مليون و400 ألف جنيه. وبهذا المبلغ نجحنا في اننا نعمل صالة مغطاة عملاقة على مستويين
المستوى الدور الارضي صالة للنزال بتجمع العاب التايكوندو والكاراتيه والمصارعة والملاكمة، الى جانب حجم ضخم من غرف خلع الملابس مجهزة بالكراسي والدواليب الخاصة بكده. بيستوعب 3 فيسترات، فيستير للبنات وفيستير للولاد الشباب وفيستير للسن الصغير الأطفال، وبيستوعب كل فيستير منهم أكثر من 60 لاعب في وقت واحد، نظرا لكبر حجم المترددين على هذه الألعاب. ولا يخفيكم سرا ان كان لعبه الكاراتيه والتايكوندو بتقام في الفتره اللي فاتت على سطوح او فوق صاله سليمان عزت، وده طبعا كان شيء مش ادمي ومش مرضي للساده اللاعبين وزاويهم واهلهم. الدور الثاني من الصاله المغطاه عباره عن مدرج بيساع 1000 مشاهد، صالة مجهزة بجميع التقنيات الحديثة من لوحة نتائج إلكترونية لفاير سيستم لساوند سيستم لحجرتين إذاعة داخلية للتلفزيون وللراديو، مجهزة ب2 فيستير كبار للفرقتين إلى جانب فيسترات الخاصة بالحكام، مجهزة بمكان لكبار الزوار، مجهزة بكافيتيريا على مستوى عالي جدا جدا، فيها جميع التجهيزات التقنية الحديثة التي تسمح لنا باستضافة بطولات دولية داخل الصالة المغطاة للنادي الأولمبي. وبالتالي دي هتبقى برضو دفعة قوية جدا جدا ان جميع ماتشات كرة السلة واليد هتقام داخل الصالة المغطاة في النادي الأولمبي مع جمهور النادي الأولمبي. ويعني مهم جدا ان انا اقول ان احنا عندنا فرقة كرة يد واعدة جدا جدا بتتصدر الدوري، بتلعب باستمرار في ال3 الأوائل في الدوري العام المصري. حصلت العام السابق على تاني كاس مصر، حصلت على العام السابق على تاني البطولة العربية. فرقة السلة كانت بتلعب في الممتاز ب وتم صعودها للممتاز أ السنة اللي فاتت، وفي نفس السنة نفست ودخلت ضمن ال8 الكبار وخرجت بنتيجة كويسة جدا جدا. طبعا ما فيش شك ان كرة القدم بتمثل للنادي الأولمبي قيمة عظيمة جدا، لان له باع كبير واخرج العديد من الابطال على مدار السنوات السابقة للمنتخب المصري. كرة القدم يعني اعتقد ان لما اصبح لدينا ملاعب خاصة داخل النادي الأولمبي مجهزة، فدي كانت نقطة انطلاقة مهمة جدا جدا في عالم الكورة. واحنا بدأنا نشجع قطاع الناشئين ان احنا بنصعد مجموعة من منتقاه من الناشئين للانضمام لصفوف الفريق الأول. واحنا السنة اللي فاتت كان مركزنا الثاني حتى انتهاء او توقف الدوري العام، واعتقد ان احنا السنه دي ابتدينا بدري وابتدينا نعمل فتره اعداد جيده مع كابتن من ابناء النادي الاولمبي كابتن كيبر ومجموعه مختاره من جهازه الفني. اعتقد ان هيكون كله ماشي بالتوازي مع بعض في ان احنا نصل الى هدفنا لصعود النادي الاولمبي في المرحله اللي جايه، بس بشكل طبعا يتلائم ويتماشى مع امكانيات النادي الماديه. طبعا جميع الاعمال الرياضيه والمنشآت الرياضيه اللي حصلت دي شجعتنا ان احنا نخلق حاجه جديده اسمها اكاديميه النادي الاولمبي للالعاب الرياضيه. اصبح لدى النادي الاولمبي اكاديميه في جميع الالعاب الرياضيه، اصبح لدى النادي الاولمبي اكثر من 800 لاعب في جميع الالعاب بيلعبوا فيها. تم انتقاء العناصر الجيده في الاعمار السنيه المتقدمه من اكاديميه النادي الاولمبي، وتم توجيهها الى الفرق الرياضيه كبدايه لجيل جديد. و ما لا يخفي سرا ان اكاديميه النادي الاولمبي ادت الى دعم النادي الاولمبي بايرادات كويسه جدا جدا جدا، ساعدت على التغلب على بعض المصاعب الماليه اللي بتواجهنا.
الى جانب ان حجم الوفرات من ان احنا كنا بنسافر بره وبنلعب بره وبنأجر صالات تدريب بره وبنأجر ملاعب بره، كل ده وفر لنا حجم مالي مهم جدا جدا سيضاف الى ميزانيه النادي الاولمبي في المرحله اللي جايه. بالاضافه الى ان تم ايجار بعض المنشآت داخل النادي وخارج النادي، من مطعم على ميدان زويل وكافيتيريا الشباب وكافيتيريا الصاله المغطاه وحديقه الاطفال. دي ادت الى دخل مقداره لا يقل عن مليون جنيه سنويا. وفي الخطه برضو مشاريع اخرى تدر للنادي عائد كويس باذن الله، علشان نطلع من عنق الزجاجه ونقدر نتحكم في العجز المالي اللي كان بيظهر لنا كل سنه ونحوله الى فائض، حتى لا يؤثر على سير العمليه الرياضيه وخدمه الاعضاء الاجتماعيين بشكل محترم باذن الله. هنسأل طب فين السباحة؟ السباحة الحقيقة الفترة اللي فاتت كان هناك العديد من المشاكل اللي بتقابلنا في حمام السباحة نتيجة لأن في مشاكل في إنشائية داخل الحمام، والحقيقة دي احنا كنا بنعمل لها نوع من المسكنات في الفترة اللي فاتت، إنما في الخطة القادمة في تكثيف وتركيز كبير قوي قوي في هذه المنطقة من عدة نواحي. من الناحية الأولى إن إحنا محتاجين لحمام 50 متر، تم عمل تصميم لحمام سباحة 50 متر تدريبي 5 حارات في المساحة اللي تسمح بهذا، وده هيكون من أول المشاريع اللي هيتم بإذن الله طرحها في المجلس القادم، سواء كان أنا في هذا المجلس أو غيري. أنا بجهز المشروع وأيا كان مين اللي هينفذه. إلى جانب إن إحنا عاملين حمام سباحة ترفيهي لأعضاء النادي في منطقة جنب حمام السباحة. هيبقى مجمع حمام سباحة يشمل الحمام الحالي 25 متر وحمام 50 متر تدريبي وحمام ترفيهي، مع تجديد وتطوير كامل لفسترات الخدمة اللي بتخدم على المكان ده. كان عندنا مشكلة بتؤرقنا الحقيقة، ان احنا الازمة بتاعت الغاء الجاز السولار في الفترة اللي فاتت اثناء الثورة ادت الى تعطيل الحمام لفترات طويلة عن التسخين. الحقيقة دي احنا حليناها حل جذري في ان احنا عملنا مقايسة لادخال الغاز للنادي الاولمبي، الى جانب تحويل نظام التسخين من نظام الغلايه الى نظام سخانات حديثه تعمل بالغاز الطبيعي. ده اعتقد ان هو هيوفر مبالغ ضخمه جدا جدا للنادي، الى جانب ان هو كمان هيؤدي الى الحفاظ على البيئه، الى جانب ان هو مش هيبقى فيه اي نوع من الانقطاع لاي سبب من الاسباب، فهيؤدي الى الاستمراريه. فقطاع السباحه الفتره اللي جايه كل الاهتمام بيه في المنطقه دي. ينقصنا في المرحله اللي جايه كمان ان احنا يكون عندنا جيمنازيوم متطور، ودي برضو في الخطه ان احنا هنعمل 2 جيمنازيوم في النادي الاولمبي، واحد خاص بالرياضيين واحد خاص بالاعضاء العاديين يتمتعوا ويمارسوا الرياضه اليوميه بتاعتهم بشكل محترم. في تراك حوالين الملعب الكرة تم عمله اسفلت، وده برضو من المخطط انه يتعمل ترتان عشان يتفتح في جميع الاوقات اللي ما فيهاش ماتشات، في اوقات محدده لجميع اعضاء النادي ان هم يترجلوا ويتمشوا فيه ويؤدوا برضو تمريناتهم الرياضيه.